بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر. اليوم رح نسوي وصفة هريسة القشطة. في ناس بيحكوا لها بسبوسة القشطة، بس أنا ما حعملها بسبوسة، هي هريسة محشية قشطة طيبة كتير. بتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة. خلينا نبلش. أنا بالعادة بحط كل المقادير في الخلاط، فهي أسهل إلك، بس أنا حبيت تكون واضحة إلكم. رح أحط حبتين بيض وملعقة كبيرة فانيلا، ورح نخلطهم ونبرش معهم برش ليمونة. الليمونة هاي رح نستخدمها كمان شوي، رح تكون على نكهة الليمون. اللي ما بحب الليمون ما يحط لا البرش الليمون ولا الليمونة، بس نكهة الليمون كتير طيبة معها، بس اللي ما بحبها بإمكانكم تستغنوا عن هاي الخطوة. رح نخلط طبعا المقادير، ورح نضيف عليها كاسة لبن ونص كاسة سكر، عفوا كوب سكر ونص كوب زيت، ورح رح نخلطهم مع بعض ونحط عليهم كاسة لبن رايب، أو اللي ما عنده ممكن بإمكانك تستخدمي ساور كريم. أنا هاي هون اللي عندي ساور كريم، ما كان عندي لبن فاستخدمت ساور كريم. نفس الشيء اثنين، يعني نفس النتائج بيعطيكي. بنخلطهم كويس مع بعض. طبعا زي ما حكيت لكم، لما تعمليهم تحطي كل المواد في الخلاط حيسهل عليك كتير خطوات. رح تحطيهم كلهم وتخلطيهم مرة واحدة. الآن هون عندي أنا كوبين سميد خشن، بإمكانك مثلا تحطي كوب ونص خشن ونص كوب ناعم، بس ما بتزبط تحطي ناعم لحاله، المفروض يكون السميد خشن عندكم هون. ورح نحط ملعقتين صغار بيكنج باودر، وأكيد رح نخلط المواد مع بعضها. الآن حبة الليمون اللي شفتوها رح أتأكد إنه ما فيها بذر، ورح نحطها مع الخليط على المولينكس ونطحنهم منيح، رح تعطيكي نكهة كتير طيبة للليمون. ورح نفصل أو نقسم الخليط لقسمين متساويين، ورح ندهن الصينية بزيت أو سمنة أو طحينية. أنا دهنت طحينية وحطيت واحد من الخليط أو جزء من الخليط الجزء الأولاني بالخليط في الصينية. وراح نكون محمين الفرن من الأساس. دائما وأبدا الحلويات أو الكيك حموا الفرن من الأول، لأنه باخد وقت يحمى الفرن. حمي الفرن 350 فهرنهايتي أو 170 مئوي. وراح نحط الصينية بالرف التحتاني لمدة تقريبا ربع ساعة، أو لما تشوفي الأطراف صارت ذهبية. هلا الآن راح أحضر القطر راح نحتاج يعني بس كمية بسيطة. راح أحط كاسة وربع سكر، كاسة مي، عصرة ليمون أو معلقة صغيرة ليمون، وحركهم منيح. وراح نحطهم على النار لمدة 5 أو 6 دقائق، 7 دقائق بالكتير. نغليهم ونخليهم يبردوا على جنب. بإمكانكم تعملوا القطر بالأول، بس أنا يعني حطيته على جنب وبرد، لأنه الكيكة راح تاخد وقت، أو الهريسة راح تاخد وقت. هلا حشوة القشطة اللي حنحطها بالطبقة الثانية حتكون كوبين حليب، معلقتين سكر، معلقة سميد خشن، و3 معالق كبار نشا. بإمكانكم ما تحطوا سميد، هي يعني إضافية. وراح تحطيهم على النار وتضلي تحركي فيهم ليجمدوا زي ما انتم شايفين هيك. ولما نطلع الهريسة من الفرن على طول راح نصبها. راح تكون شوي بردت معانا، يعني يدوب يعني 5 دقائق برا تكون بردت. وراح نضيفها، بس بدك إياها تكون دافية، تعرفي تفرديها على الهريسة. ولما تفرديها راح تخليها تبرد لمدة ربع ساعة عشان تضيفي الطبقة الثالثة. ما تضيفوا الطبقة وهي القشطة سخنة، لأنها ممكن تتحرك معاكي وتخرب الطبقات، فأنت بدك تستني عليها تبرد وبعدين تضيفي الطبقة الثالثة من السميد. هلا هون أنا بدي أضيف الطبقة الثالثة، راح تشوفوها جمدت معاكم لأنها زي كيف اللي ارتاحت. حركيها بالملعقة وراح تفرديها شوي شوي زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، علشان ما يتحرك معانا ما تتحرك معانا طبقة القشطة. طبعا القشطة برضو بإمكانكم تضيفوا لها علبة جيمر أو قشطة بعد، برضو ما تخلطوها على النار تحطوا علبة قشطة، بس أنا ما بحسها يعني خطوة يعني إضافية، بترجع لكم طبعا إذا بدكم الطعم يكون كريمي أكتر.
والسكر حتى بإمكانكم إذا بدكم مش يكون كتير حلوة والقطر يعني تستكفوا القطر لأنه مش كمية كبيرة، بإمكانكم ما تحطوا سكر على القشطة كمان. هي أنا مديتها هون يعني بشكل يعني تكوني كتير حذرة فيه زي ما حكيت لكم. بتهزيها شوي للصينية على أساس إنها يعني تنصب بشكل صح. وهون أنا حطيت ملعقة ماء ورد أو ماء زهر برضو خيارية، بإمكانكم اللي ما بيحب الماء الزهر أو ماء الورد ما يحطها. حطيتها على القطر، طبعا القطر عندي دافي، وراح أصبها أول ما تطلع معي بالفرن راح تاخد تقريبا ربع ساعة تلت ساعة، وراح تحمريها من فوق وبعدين تطلعيها وتحط عليها القطر مباشرة وتتركيها تبرد ساعتين برا أو ساعة ونص، وبعدين تحطيها بالثلاجة. وبعد ما تطلعيها بالثلاجة راح تقطعوها. راح تكون معاكم جمدت منيح طبقة القشطة وتصير سهلة جدا للتقطيع. شوفوا كيف لما أنا قطعتها ما أخذت يعني ما خربت معاي أو يعني كانت جامدة ومتماسكة. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وبتمنى تجربوها وتحكوا لي رأيكم بالكومنتات. لا تنسوا دعم الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء، وصحتين وألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بوصفات سمر.